السلام عليكم. عندنا يوم سيارة هونداي اكسنت وارد خليجي موديل 2016. هاي السيارة راح يشوف لنا صاحب السيارة شنو المشكلة بالسيارة. والله يا ابو احمد، اول شيء انت متفضل مشكور علي اللي خلصتني من هاي المشكله. لا تدلوا وتسهلون. الله يحفظك، لان انا هواي فريته وديته صار لي تقريبا هي بالاسبوع. اي فما حد عرف شنو المشكله، كل من يقول له تعرف يعني من اوديها، كل من يقول له هاي المشكله وبدلت ونظفت وهذه نوزلات ما ادري ايش. فمن جبتها لك الحمد لله والشكر، قضيت له على المشكله اللي هي من ادوس بنزين السياره من تمشي كنا بيها ما تمشي. العداد يصعد وهي سياره ما تمشي، تختنق يعني تختنق. حتى لو الشخص يحس بها كانه مال جير ما ينمر. انا هم قالوا لي خاف بالجير. تمام. قلت لهم ما معقوله يعني سياره نظيفه وجديده زين. فما خليت شيء بيها، ما وديتها الجماعه همينه زين. الحمد لله والشكر من جبتها اليك، فسياره نعمه من الله هسه زين، وقضيت له على المشكله. جزاك الله الف خير والله يوفقك على هذا العمل. هاي بتدلل. الله يحفظك. انت سابقا هم فحص جهاز ما بيها عطل السياره والتشيك طافي، هو حتى من يفحصون جهاز ما بيه عطل. الجهاز ما يبين مرات، مو كل شيء يبين بالجهاز على قولتك. اي صحيح، احنا دائما نقولها مو كل شيء اسمه جهاز فحص السيارات. اي جهاز مرات واحد ما يطلع المشكله اللي بيها شنو. صح. الحمد لله والشكر، خبرتك هذه اللي قضت له على المشكله بدون جهاز. لا تدلل استاذ حسين. انت بالبدايه صح فحصتها وهذا بالجهاز زين، بس بعدين انت من خلال تجربتك ومن خلال العمل مالتك هذا الحمد لله والشكر كلها يعني تمدح بيك. تسهلون. فانا من سمعت بيك وهذه قالوا لي توديها لابو احمد مهدي، استاذ مهدي، فاجيتك انا والحمد لله والشكر، وانت الله يوفقك على هذا العمل. تسهلون تدللون والله. طبعا هي احنا دائما نقولها مو كل شيء اسمه جهاز فحص السيارات. هنا اخونا استاذ حسين فاحص السياره بجهاز فحص ما ظهر به عطل، يعني العطلات والتشيك طافي. يعني مثل ما تعرفون التشيك علامه التشيك اللي تظهر بالدشبورد اذا طافيه السياره ما بها عطل، وانا فحصتها فعلا ما بها فد عطل قوي او شيء. بس مو كل شيء اسمه جهاز فحص السيارات. هاي السياره جتنا للورشه تعاني من السحب ضعيف، الحمد لله كملناها بعد ما سوينا لها بعض الملاحظات والادامات البسيطه على السياره، وبنفس الوقت سوينا تنظيف حجر الصالانسه او تنظيف فلات الاكزوز، وهذا شيء كلش مهم واحنا دائما ناكد عليه تنظيف فلات الاكزوز. طبعا العطل الرئيسي بهاي السياره هو فلات الاكزوز بها انسداد وما تطلع بجهاز فحص السيارات، لانه مو كل شيء اسمه جهاز فحص. الحمد لله كملناها والسياره هسه جاهزه ما بها اي مشكله وتمام، والتشيك طافي هنا مثل ما قاعد تشوفون. تشيك طافي والسياره شغاله والامور تمام. تحياتي ورشه مهدي ناصريه، حي الشهداء، مجاور جامع المحسين في عصر برمجه توصيات كافه انواع السيارات الحديثه، كهربائي سيارات. تحياتي.